أنت مش هتبيع لكل الناس، علشان كده لازم تتعلم الاستراتيجية دي. STP. S معناها segmentation، T معناها targeting، وP معناها positioning. يعني إيه الكلام اللي أنا باقوله ده؟ معناها إنك لازم أول حاجة تعملها في السوق، أول ما تدخل أي سوق جديد لازم تبُص على العملاء المحتملين بتوعك، وتبُص عليهم تشوف والله خصائصهم عاملة إزاي، خصائص جغرافية، خصائص السن بتاعهم، النوع بتاعهم، هواياتهم إيه مخاوفهم، وإيه أكتر حاجة بيقضوا وقتهم فيها. بعد كده لما تقسم السوق تبدأ تدخل في عملية اسمها عملية الاستهداف. والله بقى عندي شريحة واثنين وثلاثة، أنا والله هتارجت الشريحة الفلانية اللي هم والله ناس عمرهم من 18 ل 24. والله الناس دي عبارة عن بنات، البنات دي طلاب أو خريجين. طيب تمام، دلوقتي حضرتك أنا استهدفت الشريحة اللي أنا عايزها كويس قوي. أبدأ بعد كده أدخل في المرحلة الثالثة، ألا وهي مرحلة البوزيشننج أو مرحلة رسم الصورة الذهنية. يعني إيه أرسم صورة ذهنية؟ معناها إن أنا هابدأ أرسم رسائل تسويقية محددة متفصلة على قد الشريحة بالضبط اللي أنا حددتها، وبناءً عليه هانجح نجاح رهيب مع الشريحة الصغيرة أوي اللي أنا حددتها، أفضل بكتير جدًا من إن أنا أدخل السوق على أمل إن أي حد يدخل هابيع له. هتتعلم معايا تريكات كتير جدًا في التسويق. هنا طريق تسويق، وأنا أحمد الغنام. سلام.